عمرك فكرت إن مشكلتك النفسية اللي بتعاني منها دلوقتي سببها حاجات حصلت لك وانت صغير؟ ومش شرط تكون مواقف كبيرة، أحياناً كلمة، نظرة، حضن ما اتحضنش، وقت ما اتسمعتش فيه، حاجات افتكرناها عدت لكنها فضلت جوانا وعملت فجوة كبيرة جداً، فضلت تكبر لحد ما بدأت تظهر في خوفنا، في عصبيتنا، في سكوتنا، وأحياناً كمان بتطلع في ولادنا. في بودكاست ولاد امبارح هنسمع مع بعض حكايات حقيقية حصلت في الصغر، منها إيجابية أو سلبية، وأثرها على أصحابها العمر كله. هدفنا في البودكاست مش إننا نشاور على أخطاء أهالينا ولا ننكر فضلهم علينا، لأنه بلا شك كانت نواياهم سليمة إننا نتربى ونبقى حاجة محترمة. لكن الدراسات أثبتت إنه مع مرور السنين واختلاف الأجيال، الآباء والأمهات بيمشوا بطريقة من 3: أولهم هربي ولادي زي ما تربيت، والتاني بيروح للعكس تماماً، فيتساهل ويدلع والموضوع يفرط منه. أما التالت هو الطريق الواعي اللي بيتعلم من أخطاء الماضي ويتفهم احتياجات ولاده في العصر الحالي، وهو ده الهدف من الحلقات دي. وخليكوا فاكرين احنا مش بس أهالي النهاردة، احنا أصلاً ولاد امبارح. أنا خديجة مطر، مدربة التربية الإيجابية المعتمدة وأخصائي إرشاد أسري وتربوي. هكون معاكم إن شاء الله كل جمعة خلال شهر رمضان المبارك في بودكاست ولاد امبارح. تابعونا.